السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالجميع، طابت أوقاتكم بكل خير، بالصلاة والسلام على البشير النذير والرحمة المهداة للبشرية جمعاء. عميد ديال المنتخب المغربي رومان سايس خرج بواحد التصريح غريب وقال فيه: انا مازال كنشوف راسي قادر نلعب حتى لكاس افريقيا اللي غادي يكون في المغرب، ومازال قادر نلعب حتى في كاس العالم ديال الميريكان، وديك الساعه يلاه غتكون عندي 37 عام. انا عارف شنو كندير وما كنصنت حتى شي واحد. داز مبارك بوصوفه، داز كريم الاحمدي، وداز نور الدين المرابط. هاد اللعابه كلنا كنعرفوهم وكلهم كانوا كيلعبوا في المنتخب، كلهم خرجوا من الباب الواسع ديالو، ما عمر شي واحد فيهم قال انا مازال خاصني نلعب. رومان سايس مازال ما مأهلش باش يقول هاد الهضره ديال انا باغي نلعب في 25 ولا في 26 ولا في المونديال. حنا هنا كنسائلوا اللاعب ماشي الانسان. سايس ما شفنا منه الا الخير والاحسان، كابيتان وتاريخي لفريق المنتخب الوطني. داز بدو الزكي، داز باموس الله يرحمه، داز مصطفى الحداوي، داز طه الخرج، وداز نور الدين النيبت، الكابيتان والتاريخي للمغرب اللي ما غاديش يوصلوا سايس. وهادو كاملين حتى شي واحد ما خدا الشاره ديال العباده في كاس العالم 6 المرات في 6 ديال المقابلات متابعين. لكن هناك بعض الحوايج اللي خاص سايس يحترمهم باش حتى الجمهور يحترمه. وإلا جينا نقارنوا سايس باللاعب اللي كيلعبوا في البوست ديالو غادي نلقاو نايف اكرد اللي عاطل عن اللاعب مع الفريق ديالو. شادي ريال يلاه بدل البلاصه ومازال ما تاقلش مع الفريق ديالو كريستال بالاس. اللاعب بوكامير من وراء الالعاب الاولمبيه ما لعب حتى شي ماتش مع فرقته لحد الساعه. جواد ياميق كذلك. اشرف داري حتى هو يلاه بدل البلاصه من بلجيكا مشى للاهلي المصري. ودابا غادي نقارنوا كل لاعب مع الفرقه اللي كيلعب وسايس مع الفرقه ديالو. الا مثلا خدينا نايف اكرد وشادي رياض اللي كيلعبوا في الدوري الانجليزي، اما سايس راه كيلعب غير في السد القطري، يعني لا مقارنه بين الدوري الانجليزي والدوري القطري. يعني فرق كبير باش تريني مع نادي انجليزي لونطريمون في الصباح وفي العشيه، يعني ماشي بحال ما تريني حتى 9 الليل حتى يبرد الحال وضرب فيك الغربي. يعني كاين فرق كبير بين انجلترا والسد القطري. هذوك اللعابه واخا ما كيلعبوش مع الفرق ديالهم راهم كيلعبوا في دوريات كبار.